يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي قال: جعلت أمتي خير الأمم، نحن الأولون يوم القيامة والآخرون، أو الأولون نعم يوم القيامة والآخرون في الزمن. آخر أمة محمد. بعض العلماء قال إن عدد الأمم 70 أمة، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم تكملون الأمم 70 أمة، لكنكم الآخرون في العدد والأولون في الفضل. يوم القيامة أول أمة تتقدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع النبي اللواء، لواء الحمد، فإذا بكل الأنبياء ينطوون تحت اللواء، حتى آدم عليه السلام وحتى عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء والرسل يأتون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس الرسول أن يترقب أمته. قال: فعرضت علي الأمم. شوفوا رحمة الرسول بأمته. أول أمة يقول بدأ يشوف الأنبياء، قال: فإذا بالنبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الخمسة، والنبي ليس معه أحد. يعني يوم القيامة يرى أنبياء ليس معهم أحد. قال: فأقول يا رب أمتي أمتي، يعني وين أمتي؟ قال: فيعرض علي سواد عظيم، فيفرح الرسول يتوقع انها امته. قال: أمتي أمتي. قال: ليست أمتك يا محمد، هذه أمة موسى. يا رب أمتي، يعني مشفق على أمته، وينهم؟ قال: فيعرض علي سواد أعظم من السواد اللي قبله. فقال له رب العالمين: هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب. يقول: فأستزيد يا رب زدهم، فيعطيني الله مع كل 1000 70,000. وفي الروايات الأخرى أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون إلى آخر الحديث. ف70,000 يزيدهم الله لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، مع كل 1000 70,000. رحمة النبي. والغريب أن الرسول معنا خطوة خطوة. طيب الناس عطشانين، تبغى على قولتهم شربة موية، جغمة، أبغى أشرب من شدة الجوع. فإذا بحوض النبي ينصب. ترى موعدنا لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، كان في بيت ميمونة رضي الله عنها، واستأذنها أن يمرض عند عائشة، واستأذن النساء كلهن. فحملوه الصحابة، شالوه من بيت ميمونة، من هذه الحجرة الآن، طلعوه من الحجرة هذه للحجرة هذه، شايلينه بين رجالين، الفضل والعباس. فلما حملوه من هنا إلى هنا شافوه الناس في المسجد مريض، فانتشر الخبر أن رسول الله مريض، فاجتمع الناس وارتفعت أصواتهم. فقال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: الناس علموا بمرضك فاجتمعوا خوفا عليك. فقال: اخرجوني لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما خرج صعد المنبر، قال: يا أيها الناس بلغني عنكم ما بكم، يعني أنكم شلتوا همي. ثم قال: إن موعدي معكم ليس هنا في الدنيا، إنما موعدي معكم هناك على حوضي، والله لكأني أراه الآن. يقول: أنا كأني الآن وأنا على المنبر في المدينة أشوف الحوض، لينصبن منبري هذا على حوضي. ولذلك أنا أقول اللي يروح المدينة ولا يفتح قناة الحديث ويشوف منبر النبي، يستشعر هاللحظة، يستشعر أن المنبر هذا سيكون موجود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والحوض هذا على أساس يرتفع النبي فيرى أمته ويعرفهم بعلامة أخرى أيضا. يا جماعة، كل هذا حبا في هذه الأمة ورحمة لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. إن موعدي ليس معكم هنا، إنما موعدي معكم على حوضي هناك. طيب كيف تعرفهم يا رسول الله؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرفهم أنهم غر محجلين من كثرة الوضوء. بعضنا يتصور مسألة الوضوء هنا يشير أول إلى الصلاة وأداء الصلاة والحفاظ على هذا الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل منها حيث شاء. والحديث في مسلم. والرسول يقول: من بات طاهرا. هذه الوضوء من فوضى، مسألة اللي أجل يصلي كل يوم 5 صلوات ويتوضأ لكل صلاة، والذي يذهب إلى المسجد مثله مثل الذي تارك الوضوء وتارك للصلاة. من بات طاهرا بات معه ملك في فراشه يستغفر له، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بات طاهرا بات في شعاره ملك، إذا استيقظ النائم
قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان، خلنا نفترض انه خالد، اللهم اغفر لعبدك خالد، اللهم اغفر لعبدك نوره او عبدتك نوره فلان من الناس، فيغفر لذلك العبد اذا كان بات طاهرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرفهم يوم القيامة. اثر الوضوء واضح على وجوه امة محمد عليه الصلاة والسلام. والله انها مصيبة انك تجي يوم القيامة لا يعرف لك غر ولا محجب